السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الرز المعمر، وفي ناس بتقول عليه المدسوس. هنعمله بمقادير وبطريقة سهلة جدا وبمقادير موجودة في كل بيت، وهقولك ازاي يطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده وبالوش الذهبي الجميل ده. يلا بينا نسمي الله ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجة معايا 3 كوبايات من الرز المصري، غسلاه كويس جدا ومصفياه من المية. طبعا تقدري تستخدمي برام او صينية ألمونيوم او قالب بايركس عادي. هضيف له معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، واهم مكون بضيفه بيدي طعم حلو جدا للبرام معلقة صغيرة من السكر، بتفرق كتير جدا في الرز المعمر. بعد كده هضيف معلقة كبيرة من القشطة اللي هي وش الحليب، وهقلب المكونات كلها مع بعض عشان حباية الرز تتغلف كلها بالدهون وتبقى مفلفلة بعد ما يستوي. هنا معانا السوائل اللي استخدمتها عبارة عن 5 كوبايات من السوائل. انا بستخدم مية وحليب، يعني حاطة 3 كوبايات ونص من الحليب، ضيفاله 1.5 كوباية من المية وغلياهم مع بعض، وبدأت اضيفهم للرز المعمر. وعلى الوش كده هنبدأ نضيف حوالي نص كوباية من القشطة. لازم نضيف قشطة، هي اللي بتدي اللون الذهبي كده الحلو اللي انتم شايفينه، وفي نفس الوقت بيطلع وش المعمر طري وجميل زي ما انتم شايفين كده. بالنسبة للتسوية انا سخنت الفرن على درجة حرارة 200، بسخنه قبل ما ادخل البرام ب10 دقايق، وبياخد حوالي ساعة الا ربع ساعة في الفرن، وهيطلع معاكي اخد لون ذهبي حلو جدا كده من القشطة اللي احنا حاطينها. اهم حاجة كل كوباية من الرز بتاخد 1.25 كوباية من الحليب ونص كوباية من المية المغليين مع بعض. المية مهمة جدا في الرز المعمر. اتمنى تجربوا المعمر بطريقتي وتقولولي رأيكم ايه.